ليه اغلبنا مش بيكمل اللي بدأه؟ كم مره بدات كورس وقلت بس هو ده المجال اللي هيخليني جنبله مصر، وبعد اسبوعين ولا كأن حاجه حصلت. ان احنا مش بنبدا الطريق، احنا بنبدا بتخيلنا لنهايه الطريق من غير ما نبص على الرحله ولا على المجهود اللي المفروض نبذله. بنكون فاكرين ان الطريق هيكون مستقيم، هنمشي باقل مجهود، وبننسى العقبات اللي في النص. لما بتبدا بالحماس الشديد ده وتشوف الواقع فبتحس بالملل. هنا المشكله مش في انك اتحمست، المشكله كانت في سقف توقعاتك العالي اللي مخليك فاكر انك مثلا لو بدات كورس برمجه النهارده بعد اسبوع هتنزل البرنامج اللي هيقعد مارك زكربرج في البيت وهيقفل شركه ميتا، وهتقعد بقى تتخيل كم الملايين اللي هتتعرض عليك مقابل البرنامج الناجح بتاعك اللي انت صرت فيه الليالي وضيعت فيه مجهود جبار، اللي مفيش برنامج زيه نزل اخر 25 سنه. لو بتوصل للحاله دي المفروض تغطيها. بعد ما اسبوع في التاني في التالت عدى لقيت نفسك مش عارف غير كودين، سقف احلامك وقع فوق دماغك وطفالك شعله الحماس اللي انت كنت بادئ بيها. انت قاعد في ركن الاوضه حزين ومكتئب زعلان على مجهودك الجبار اللي انت بذلته في البرنامج والليالي اللي انت سهرتها لنفسك. اصلا المجال ده مش مجالي، ولا ده المجال اللي هيوصلني للعالميه زي ما انا كنت عايز. اغلبنا مش بيكمل مش لانه اكتشف ان المكان مش مكانه، بل لانه بيقارن بدايته في المجال بنهايات ناس تانية قعدت سنين تتعلم. يبقى قاعد مثلا بيتفرج على الكورس وبيقارن بدايته بالمدرس اللي بيدرسه، يبقى فاكر انه بعد اسبوع هيبقى زيه. بس لو انت عايز تنجح في مجال، قارن نفسك النهارده بعد اسبوع بعد اسبوعين، هتلاقي ان في فرق في المستوى، هو ده اللي هيخليك تتحمس انك تكمل في المجال.